ويا صلاة النبي. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ويا رب يجعل ايامكم كلها خير وبركه. قولوا امين يا رب العالمين. اللهم يا مغير الحل والاحوال غير حلنا الى احسن وافضل حال. قولوا يا رب. بصوا بقى، النهارده هنعمل مع بعض شويه مشتريات، او انا جبت شويه مشتريات حلوه جدا عشان هنعمل شويه حاجات كده باللحوم للعيد. وهنعمل برضو في الفيديو ده شويه تجهيزات حلوه جدا هتسهل علينا الوقفه في المطبخ كتير اوي. كل اللي انا طالباه منكم يا بنات رجاء حطوا له لايك للفيديو، كملوا الفيديو للاخر، وعايزه كومنت جميل ظريف منكم. بس كده. حابين بقى تشتركوا في القناه، ان شاء الله القناه تعجبكم وخشوا شوفوا فيها فيديوهات حلوه خالص. بصوا بقى، بالنسبه للمشتريات ديت انا جبت 3 جنيه من الخضره، كانوا عباره عن 5 ربطات من الخضره. جبت لفه استرتش الغذائي دي كانت ب20 جنيه. جبت برضو ب10 جنيه من الاكياس اللي هي الوسط دي، حلوه جدا جدا على قد نص كيلو لحمه. وجبت برضو ب10 جنيه اكياس اللي هي الاكياس التلاجة دي، برضو جبتها كبيره شويه بحيث برضو هتنفعني في حاجات تانية. تمام. هو بصراحة كل حاجة وليها استخداماتها، فهنجيب من نوع من دي شوية ومن نوع من دي شوية وخلاص. جبت خلطة البرجر من ماجي، أول مرة أجيب الخلطات دي، بس بصراحة بتظبط الطعم جدا جدا جدا. جبت خلطة الكفتة. جبت تاني الفول الصويا ده ب5 جنيه. عايزة أقولكم يا بنات، انا جيت اجيب التمن الكيلو لقيت بسم الله ما شاء الله التمن الكيلو كتير جدا جدا، فقلت له لا انا شيل من ده كله خالص خالص، انا عايزه هما الحبه دول. شوفهم بكام؟ طلعوا ب5 جنيه. فبصراحه من الحاجات اللي بتعمل كميه كبيره او بتشتريها بيبقى كميه كبيره لانه هايش وخفيف جدا. عايزه اقولك من الحاجات اللي بياخد من طعم اللحمه اسرع من البصل وبالبرغل والكلام ده. فبجد في الصيد ده حلو جدا 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 يا بنات، بس خطر خالص. ما ينفعش ان احنا ناكله باستمرار، وبالذات على الشباب والرجاله. يعني يوم تاكليه هو كفايه عليكي مرتين في الشهر يا ستي. يوم ما انت مش قادره تستغنى عن البرجر والكلام ده كله، مره في الاسبوع. غير كده ما تكتريش عشان خطر على الرجاله والشباب. هعيدها لكم تاني يا بنات. عشان كده نقولك بلاش برجر من بره، بلاش سوسيس، بلاش هوت دوج، بلاش الكفتات اللي هي بتاعت الشركات والمصانع والكلام ده كله. دي بتبقى كلها عباره عن فول صويا، وبيدوها بقى الوان صناعيه ومكسبات لون وطعم وريحه والكلام ده كله. فالكلام ده كله خطر يا بنات. احنا هنجيب الفول الصويا هنستعمله مره في الشهر، هنعمل مثلا برجر بيه مره وخلاص، هناكله هي الوجبه وخلاص شكرا، مش هنستعمله على طول. فالفول الصويا يا بنات هاتوه كميه صغيره، استعملوه مره في البرجر، بيخلي الطعم حلو جدا جدا وبكتر معاك كميه. هتقولي لي البرجر عباره عن لحمه مفرومه والتوابل اللي هي بتاعه البرجر وبس عشان تاكلي برجر صح. بس بصراحه عشان نعمل البرجر بالطريقه دي هيطلع معايا او 4 قطع من البرجر. فانا قلت لا، احنا هنزود الكميه بالفول الصويا، ما علينا نخلي اللقطه ديت لعند ما نيجي نعمل البرجر. المهم انا جبت ب5 جنيه من الفول الصويا. تمام. نيجي بقى الفيديو النهارده او التفريزات بتاعت النهارده اللي هتسهل علينا كتير جدا جدا. بصوا بقى، الفيديو ده حلو جدا جدا للسيدات العامله او اللي عندها اطفال بالذات، اللي هم الاطفال الصغيرين او البيبيهات والكلام ده كله. في ناس بتعشق التفريز، فهنجيب كميه بصل بقى. عايزه اقول لكم تفريز البصل من الحاجات اللي بتسهل كتير جدا جدا. عارفه يعني تخشي تعملي الغدا فتطلعي كيس البصل من الفريزر، تقطعي حته وتحطها في الحله بقى، وتحطي الخضار بتاعك او ايا كان اللي انت بتعمليه، سريع جدا جدا جدا. ففعلا البصل من الحاجات المنقذه اللي بتنقذ الواحد بطريقه رهيبه. انا بالنسبه لي ما بحبش افرز الحاجه طالما موجوده عندي او متاحه عندي. البصل موجود طول السنه. احنا بنجيب طبعا، في ناس بتجيب كميه البصل مره واحده ان كان 100 كيلو 50 كيلو وتفرزها عندها، بتحطها في البلكونه، بتحطها على السطح، فالناس كلها بتفرز البصل. فانا بالنسبه لي الدقيقه اللي هقشر فيها البصلايه وهقطعها مش هتاخد مني وقت، بس انا هاكل البصلايه بميتها بطعمها بريحتها بالفايده بتاعتها، مش فقدت حاجه خالص في الفريزر. فبالنسبه لي انا بفضل الحاجه طالما موجوده عندي خلاص هستعملها طازه. انما في ناس بتحب التفريزات. تعالوا بقى عندي، هنجيب البصل بتاعنا، هنجيب الكميه بتاعتنا وهنغسله كويس جدا جدا. هنقطعه مكعبات، انا بقطعه نصين علشان هعمله شرايح طويله او هعمله جوليان، والباقي بقى عادي 4/4 لان انا هقطعه مكعبات. تمام. وجايبه مصفى وهصفي البصل ده. انا هحاول على قد ما اقدر البصل يتصفى في ساعتها، ما ينفعش اسيبه مثلا 5 دقايق او 10 دقايق او ربع ساعه يصفي. على ما يصفي ميته مثلا هتكون ريحته طلعت، لان ده بصل وبيصنن بسرعه. فاحنا في غنى عن كده خالص. انا على ما اخلص كميه البصل بتاعتي هيكون صفى، فهاخده بقى وهبدا اقطعه على طول. وطبعا فتافيت البصل دي هضربها في الخلاط مع راس توم وشويه شطه كده واديهم للفراخ. لو عندك فراخ بلدي بياكلوها وبتبقى حلوه جدا جدا. بالنسبه بقى للقطاعه بتاعتي دي،
حلوه جدا جدا يا بنات، انقذتني فعلا. لقيتها بتقطع بسرعه واحسن من ان انا اقطع بايدي او ابشر بالمبشره والكلام ده كله. فبجد منقذه فعلا، وبتطلع الحاجه متساويه خالص. فهجيب البصل هقطعه على شكلين، مثلا اللي هو الجوليان كنت هستعمله مثلا في كشري، هعمله مثلا على وش عدس، على وش مثلا بصاره، الحاجات اللي هي بتحتاج تزيين. انما هعمل بقى المكعبات الصغيره، أنا كنت اعمل شويه في محشي، يعني كنت اعمل في طبيخ، في اي حاجه، فهينفعني جدا جدا. هجيب بقى البصل بتاعي وهديله معلقه كبيره من السكر وشويه زيت. الزيت بيحافظ على قوامه معايا ومش بيخليه يجمد في بعضه او يمسك في بعضه، بيخليه سلس معايا. هاجي اقطعه بكل سهوله. هقلب كله في بعضه بقى، وبعدين هحطهم في اكياس وعلى الفريزر على طول. ما ينفعش البصل يقعد برا الفريزر، ما تحطوش في التلاجة، ما تسيبوش على الفريزر. يعني انا واحده بصور معاكم، مش ينفع اسيب البصل على الرخامه عندي لعند ما اخلص الفيديو كله وبعدين اوريه لكم. لا ده كده غلط، اللون هيتغير، طعم وريحه وكل حاجه بتغير فيه. فهاخد البصل اللي انا هقطعه بسرعه واحطه على الفريزر على طول. السكر بيديله زي مادة حافظة، بيخليه مقرمش وبقى حلو جدا جدا يا بنات. الزيت مش بيخليه يمسك في بعضه، لان في المية بتاعته بتنزل فبيمسك في بعضه وبيبقى صعب جدا ان احنا نكسره. فالزيت بيحافظ على قوامه شوية. هفضي الهواء من الكيس تماما وبعدين هربطه. بصوا انا وانا بتني الاكياس، تانية الاكياس جوا بعضها كتير 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 كده، علشان لما اجي احط البصل الحروف بتاعه الكيس مش تتعص من البصل ديت والاقيها صننت مع الوقت وخلت الفريزر ريحته بصل. تمام، علشان انا هحط في اكياس. طبعا انت ممكن تحطي في علب التلاجة، بس بصراحه انا عندي مشكله شويه في الفريزر ان مفيش مكان، فالعلب هتاخد مكان. في الاكياس لا، سهله وبسيطه، واحط وهطلع على طول. تمام، هكون كاتبه عليهم بقى بصل شرايح، بصل مكعبات، المهم تكتبي عليهم. هدخل بقى الحاجه بتاعتي في التلاجة ونرجع نكمل الباقي. هنحط السلاح بتاع التقطيع وهقطع البصل مكعبات. نحاول على قد ما نقدر ما نقطعش البصل مكعبات رفيعه، اللي هو ايه نبشره، لا مكعبات عادي كانك بتقطعيه بالسكينه. هتبشريه هيصفي الميه بتاعته وهيمسك في نفسه كتير. انما لما تيجي تقطعي البصل مكعبات رفيعه جدا كانك بشراه، فهيصفي الميه بتاعته، وبصي خلاص كده ما عادش له طعم ولا اي حاجه. انما لما المكعبات تبقى ماسكه نفسها كده، تيجي تحطي عليها معلقه السكر ومعلقتين الزيت، بتبقى حلوه جدا جدا جدا، وما بيصفي ميته ولا طعمه ولا ريحته ولا بيتغير ولا اي حاجه. خلص بقى كل الكميه بتاعتي بالشكل ده كده، واللي هخلصه هحط له برده السكر والزيت تقليبه وعلى الفريزر على طول. بصوا يا بنات انا بقلب الكيس ازاي، لازم نقلب الكيس ده كويس جدا كده علشان الحروف بتاعت الكيس مش تتصنن او مش توصل لها بصل او توم او الكلام ده كله، فتعمل ريحه في الفريزر عندي. طيب هنيجي ساعة الأكل هناخد البصل من الفريزر على الحل على طول، مش هنستنى البصل يفك وناخد منه وبعدين نرجعه الحل على طول، لأ من الفريزر على الحل على طول، ومن الحل على الفريزر تاني. مش ينفع اسيب البصل بتاعي على الرخامه او في التلاجة او الكلام ده كله، لا المكان الصح بتاعه في الفريزر. عشان في ناس اساسا بتخاف من تفريز البصل والثوم، فبيقولك لا ده بيعمل بكتيريا، ولا مش عارفه بيعمل ايه امراض ايه وبتاع ايه. فاحنا في غنى عن كده خالص. اسلم حل ما يطلعش من الفريزر خالص غير ساعه الاكل ويرجع تاني، ما يقعدش بره ابدا. بالفرض برضو في الكيس تقسميه على قد الطبخه بتاعتك او على قد الاكل بتاعتك براحتك. عايزه تعملها زي مكعبات صغيره كده على قد بصلايه، تمام. بصوا يا بنات انا بصراحه انا من النوع اللي ما بحبش تفريز البصل. هو الحبه اللي انا فرزتهم دول عايزه اقول لكم بتسهل على كتير جدا جدا، بس انا بفرز البصل امتى؟ لما اكون في اخر البصل، في اخر الموسم بتاعه ابدا افرز البصل. احس ان البصل بتاعي بدا يفض كده او بدا ان هو يبوظ او الكلام ده كله، لا ده بدل ما يفض ويبوظ. حرام يا بنات، البصل وصل ل20 جنيه و25 جنيه وارقام خياليه. فحرام ان احنا نسيب البصل لما يفض ونرميه او يبوظ ونرميه، لا اول ما تحسي، اول ما نوصل لاخر الموسم بتاع البصل واول ما تحسي ان البصل خلاص قرب يفضي، لا هاتيه واغسليه كويس جدا، قطعيه وحطيه في الفريزر، استعمليه على طول عند ما تخلصيه وابداي استعملي البصل الجديد بتاعك. تمام، رجعنا يا بنات. لو لسه ما حطوش لايك حطوا لي لايك للفيديو، انا محتاجه اللايكات الفتره دي كتير جدا جدا، محتاجه كومنتاتكم، فانزلوا تحت تحطوا لي لايك، حطوا لي كومنت جميل منكم. لو ما اشتركتوش اشتركوا وفعلوا زر الجرس واختاروا الكل عشان يوصل لكم كل جديد، لان بجد الفيديوهات اللي جايه تبقى احسن بكتير جدا جدا. وعايزه اعرف بقى رايكم فعلا في القناه. تمام،
نيجي بقى للكزبرة. الكزبرة من الحاجات اللي الحمد لله يعني ربنا يهدي الاسعار شوية، مش بالنسبة للكمون والفلفل الاسود. الكمون والفلفل الاسود طلع في السما بطريقة رهيبة، فالكزبرة يعني حنينة علينا شوية. عايزه اقول لكم يا بنات، الكزبره انا بحمصها، انا بجيب الكزبره حصى فبحمصها، بتدي ريحه حلوه جدا جدا. هي الريحه حلوه بالنسبه لريحه البصل اللي انا قاعده فيها، تمام. غيرت الريحه شويه او هونت عليها شويه، فجبت الكزبره بديها تشويحه على النار لعند ما احس ان هي طلعت بخار على النار وبسط، مش بعلق عليها النار، وبقلب باستمرار علشان لونها ما يسودش مني او تتحرق مني، فطعمها يمرر معايا. تشويحه وهتبرد، هسيبها تبرد. لو هتسيبها في الطاسه هتديها تقلبتين 3 كده علشان الطاسه بتكون سخنه وما تسويهاش زياده اكتر من كده. يا اما هحطها في طبق لعند ما تبرد خالص، وبعدين هاخدها في المطحنه بتاعتي واطحنها كويس جدا وهرجعها العلب بتاعتي. ولو في حاجه فاضت، والله لو في علبه زياده بحطها، مفيش خلاص انا بلفها في كيس كويس جدا وبربطها، بحطها في علبه. ممكن احطهم في التلاجة او في الفريزر عادي جدا، ده احنا لو في الحر يعني. انما لو في الشتاء ممكن اسيبهم بره في المطبخ عادي. طبعا بعد ما نخلص الكزبره بتطرطش الدنيا وبتبهدل الدنيا، قبل ما اجي اطحن الكزبره بمسح الرخامه بتاعتي كويس جدا، عشان لما يطلع فتافيت من الكزبره دي ارجع المها وارجعها البطرمانات تانية او الاكياس تانية، عشان احنا بصراحه في غنى عن رشه كزبره تطير او الكلام ده كله. فلا انتي حطي مسحي الرخامه وحطي ورقه تحت كمان الخلاط، بحيث ان لما يطلع فتافيت من الكزبره تقدري تلميها وتحطيها في البطرمانات عادي وتستعمليها، تمام. هنيجي بقى للثوم بتاعنا. الثوم انا بقشر كميه كبيره، الكميه اللي عندك برضو في اخر الموسم حاولي تعملي الطريقه دي، حلوه جدا جدا. لو انت موظفه او عندك اولاد اعملي من دلوقتي عادي. انا بالنسبه لي بقشر الثوم واحطه في التلاجة، تمام. فطبعا عشان عيد بقى وناس موظفين ولا ناس مثلا عندها اطفال، فهنجيب الثوم هنقشر الكميه اللي نقشرها وهنحط له معلقه سكر ومعلقتين زيت، يعني في حدود حسب بقى الكميه بتاعتك انت ونظرك. يعني مثلا ده كان نص الكبه بتاعتي توم، فانا بحط مثلا على نص كوبايه زيت ومعلقه سكر، وهقلب كله في بعضه او هضرب كله في بعضه، وبعدين برضو هحطها بسرعه جدا على الفريزر. ما ينفعش التوم يتحط في التلاجة، ما ينفعش التوم يطلع بره الفريزر ويتركن على الرخامه. برضو بيتعامل البصل والتوم بيتعاملوا نفس المعامله. باخد من الفريزر اخد الحته على الحله على طول وارجع الفريزر تاني، تمام. ما ينفعش يا بنات، ما ينفعش النور يقطع عليه ويقعد كتير جدا من غير كهرباء او الكلام ده كله، علشان برضو ما يبصش ويجرالنا الكلام اللي احنا بنخاف منه والكلام ده كله. يوم ما نعمل التوم والبصل نحاول نفرزهم كلهم مره واحده، علشان احنا عارفين ان التوم ريحته نفاذه والبصل ريحته نفاذه فهيقلب لنا المكان، فاحنا في غنى عن كده خالص. فرز التوم والبصل مره واحده في ساعه واحده في يوم واحد، علشان لما يقلب المكان يبقى هو يوم واحد بس، مش نعمل النهارده البصل وبكره التوم فنلاقي الدنيا ريحتها بايظه والكلام ده كله. بما ان احنا عملنا توم وعملنا كميه كبيره في نفس المكان بتاع التوم، هنحط 4-5 قرون من الفلفل، فيهم قرنين من الفلفل الحار. طبعا ده الحر ده حسب الاختيار، بس الحر بيديله طعم حلو جدا وبيبقى الحراره كمان مش ظاهره. معلقه كبيره طبعا حسب الكميه بتاعتك، هتحطي معلقه مليانه من الكزبره وكمون ورشه فلفل اسود او نص معلقه من الفلفل الاسود، وملح طبعا حسب الملح برضو حسب الكميه بتاعتك. هتحطي شويه زيت، هنحط بقى ايه يعني في حدود نص كوبايه من الليمون ونص كوبايه من الخل. والدقه دي عايزه اقولك منقذه وسريعه وحلوه جدا جدا. تستخدميها في سلطه، هتستخدميها في سمك ان كان مقلي ولا مشوي، هتستخدميها في باميه، هتستخدميها في بتنجان ان كان مشوي او مقلي. فبجد سريعه ومنقذه وحلوه جدا جدا. تقدري تحطها في التلاجة عادي جدا، ما بيجرالهاش اي حاجه، عشان فيها ملح وفيها ليمون وفيها خل، ودي كلها عباره عن مواد حافظه بتحافظ على الحاجات دي، فما تخافيش عليها وحطها في التلاجة عادي. بتفضل في التلاجة لمده 2-3 عادي جدا جدا. حد هيقول لي الفلفل هيبوظ، لا، الفلفل يعتبر يتخلل بالطريقه دي اصلا، فاستعمليها وحلوه جدا جدا يا بنات. الليمون ده مش هيترمي، هاخده واحطه في كنكه على البوتاجاز يغلي غلوتين 3 كده، هيطلع الريحه بتاعته ويمتص اي ريحه بصل او ريحه توم والكلام ده كله من المطبخ. وبعدين ممكن اضربهم في الخلاط واحطهم برضو في ميه مسح مثلا بريحه الليمون حلوه جدا. وطبعا الليمون معقم، تقدري تحطيهم في شويه الصابون بتاعك اللي هو صابون المواعين. وطبعا لو فاض عندك كميه كبيره بتقدري تحطها في التلاجة، ما ينفعش تطلع بره علشان ما تبصش منك عشان الجو حر. بصوا بقى بالنسبه للكبه دي يا بنات، الغطا كانت اتكسر وحته صغيره كده اللي اتكسرت اصلا في الغطا، والحته الصغيره اللي اتكسرت دي هي اللي كانت بتدخل في قلب الكبه وكانت بتقفل الغطا بتاعي، وكانت يعني هي اللي بتعمل الامان بتاعي.
فطبعا الغطا اتكسر، والحته يعني الحته اللي مطلوبه اساسا اتكسرت. فبالنسبه لي كده كانت الكبه خلاص وقفت ومش هينفع استعملها تاني. فخدت الخلاط ووديته للراجل، شال لي مفتاح الامان ده او تكه الامان. فعنت بحط الخلاط عادي بالغطا بتاعه عادي خالص من غير بقى ما يتحكم ولا الكلام ده كله. فمش عايزه الاقي حد ومسك هو الخلاط شغال فتح الغطا وبيقلب عادي كده، لا ما تقلبوش كده يا بنات، كده خطر. انا عارفه اخر السلاح بتاعي فين، عارفه استعملتها كتير جدا جدا، فبالنسبه لي يعني دي حاجتي، فانا عارفه حاجتي ماشيه ازاي. ممكن المعلقه تفلت منك لا قدر الله في الكب بتاعتك، فهيحصل بقى بهدله، والخلاط شغال طبعا فيحصل بهدله. فاحنا في غنى عن كده خالص. لو انتي متاكده من حاجتك متقنه فيها تمام. انا بالنسبه لي الحمد لله بحمد لله ربنا يبارك، انا واثقه وعارفه حاجتي ديت شغاله ازاي. فبقلب وهي شغاله عادي، عارفه اخر السكينه فين، ما بخليش حد يقف معايا، ما بخليش حد يعمل زيي، فالدنيا بتبقى تمام معايا. تمام. الدقه بتاعتي خلاص خلصت. هحط شويه زيت على الوش واحطها بقى في التلاجة، وعند ما استخدم اطلعها اخد، وعندما احتاجها هطلعها من التلاجة هاخد معلقه وارجعها تاني، وبالنسبه لي تكون كده خلصت. وطبعا يا بنات علشان نحافظ على حاجتنا تفضل نظيفه كده وتبقى بلمعتها برضو على اطول وقت كبير، وعايزه اقول لكم النظافه ديت او ان احنا نفضل ايدينا في حاجتنا باستمرار، ده بيديها مده صلاحيه اعلى وبيخليها عايشه معانا وقت كبير جدا جدا. وهي ان احنا نعمل ايه، هنجيب قماشه نظيفه جدا وتكون مبلوله بشويه ميه. القماشه دي هتكون في ايدينا منين، مثلا رحنا على التلاجة خدنا حبات طماطم، هنمسح التلاجة من بره، هنمسح المكان اللي احنا خدنا منه الطماطم. طيب احنا دلوقتي طحنا كمون او فلفل اسود او كزبره، هنلمع الخلاط من بره كويس جدا. استعملنا مثلا الكبه بتاعتنا، هنلمع الموتور بتاعنا برضو من بره كويس جدا. عملنا اي حاجه، حتى لو وانتي بتعملي درج المطبخ او اي حاجه بتلمعي مكان فتحت درج المطبخ، بتلمعي مكان اي حاجه انت روحتي فيها بتلمعي مكانها بالقماشه النظيفه ديت، هتلاقي المكان معاكي نظيف جدا وهتلاقي حلو. ده بيحافظ على الاجهزه بتاعتنا، بتفضل وقت كبير عايشه معانا. فيديو النهارده خلاص خلص، يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. هستنى طبعا رايكم في الكومنتات. ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتختاروا الكل عشان يوصل لكم كل جديد. شيروا الفيديو لكل اصحابكم يا بنات، رجاء رجاء. اشوفكم في الفيديو الجديد ان شاء الله على الف خير، مع الف سلامه.